القصه بتاعت زيزو في جلسه في الوقت الراهن مع والد زيزو بصفته وكيلا لزيزو. الكلام على انه عايزين نقفل قصه العروض والكلام ده كله، احنا محتاجين زيزو، محتاجين ان هو يركز، ومحتاجين يعني كل اللي عايزه زيزو هنخلصه، كل اللي عايزه زيزو هنخلصه. مش معناها ترضيه او ترضيه ماديه، انما زيزو ما ياخد له مستحقات ماليه كتير، عشان بس حضرتك تبقى برضه في الصوره. ممكن اللعيب يكون ما قالهاش، بس انا بقول لك المعلومه اللي عندي. وكان تم الحديث على انه تحصل جدوله للفلوس بتاعه اللاعب. فالكلام مع والد زيزو من خلال عدد من الشخصيات الزملكاويه التي لا تتقلد مناصب رسميه في الوقت الراهن، ما عندهاش مناصب رسميه في الوقت الراهن، وقاعده معاه بحيث ان هي تقدر ترسم الخريطه، اذ ربما تاتي هذه الشخصيات الزملكاويه في المرحله المقبله في الانتخابات فتنجح، فتبقى على الاقل الملعب مهيأ بالنسبه له، ما يجيش يلاقي الدنيا غرقانه. عشان برضو انت تبقى في الصوره، الزمالك في طوائف واحزاب كتيره بتتحرك عشان تبقى موجوده في الانتخابات، فاللي بيتحرك ودي حاجه كويسه، ما هياش حاجه وحشه بالمناسبه. انا ما عنديش مشكله انك تبقى بتمهد الملعب لنفسك، بس في نفس الوقت ما انت مش بتمهده لنفسك بس، انت هتمهده للزمالك. فكل احسن ما الارض تبور ويجي اللي يمسك ما يلاقيش فرقه، ويلاقي لعيبه مشيت ولاعيبه طفشت ولاعيبه كذا ولاعيبه كذا. فما فيش مشكله في السكه، يعني ما فيش مشكله في السكه. فبيحصل برضه عشان تبقى انت عارف انه يتقعد مع زيزو، اتقعد مع زيزو، بيتقعد دلوقتي حالا في الوقت اللي انا بكلمك فيه من شويه كده. وبرضه نفس القصه بالنسبه لفتوح، حصلت من كام يوم وانا رصدتها لك. العالم كله مستني يعرف رأي صلاح ورد صلاح ورد ليفربول ويورجن كلوب ايه على العرض المتقدم من الدوري السعودي، تحديدا من نادي الاتحاد. قبل كده كان العرض 100 مليون جنيه استرليني، بقى 150، بقى 200 مليون جنيه استرليني امبارح، وده اللي احنا اتكلمنا فيه مع حضراتكم امبارح. ولكن كنا بنقول ان كل الصحف الانجليزيه والاوروبيه بتقول ان يورجن كلوب متمسك بعدم رحيل محمد صلاح، وعايز اللاعب يفضل موجود معاه ويكمل عقده للنهايه، والعكس الصحف العربيه والسعوديه بتقول ان خلاص الامور فاضل فيها اجراءات ورتوش بسيطه. لحد ما نبدا معاكم كان الوضع زي ما هو، مفيش فيه اي جديد ولسه ما حصلش اي رد. من دقائق بسيطه جدا وانا معاكم على الهواء، صحيفه ميرور الانجليزيه قالت ان يورجن كلوب وافق على رحيل محمد صلاح الى الدوري السعودي. الكلام ده طبعا على مسؤوليه صحيفه ميرور. هل الكلام ده صحيح؟ هل الكلام ده لسه هيكون في تفكير؟ طبعا الكلام ده هيدي امور كبيره جدا وهيبدا في فكر كتير. هل بقى النهارده هيكون اخر لقاء لصلاح مع ليفربول امام استون فيلا؟ هل صلاح هيكون رايه ايه؟ لسه الامور ما اتحسمتش حتى الان. دايما بقول في الصفقات الكبيره دي، في العروض الكبيره، حتى الان لحد اللحظه اللي بتكلم فيها معاكم مفيش خبر واضح صريح يقول ان صلاح مكمل او مش مكمل. في الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم فيه صحيح صلاح لاعب في ليفربول الانجليزي، عقده مكمل لسه لموسم كمان بعد الموسم ده، ولكن الميركاتو في الدوري السعودي هيقفل يوم الخميس القادم. هل هنفضل في مناوشات وفي اخبار كتير وفي حصريات لحد يوم الخميس، ولا ممكن يكون في رد قاطع قبل يوم الخميس؟ ده اللي احنا هنتابعه مع حضراتكم كل يوم ان شاء الله في اخبار اون تايم. في النهايه احنا نتمنى التوفيق للايجيبشن كينج، للفرعون المصري محمد صلاح.